السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد كنت نشارك معكم لاباط بيتزا او عجينة البيتزا اللي ناجحة 100%. بكل سهوله غادي تقدري توجديها الا ما كانتش كتنجح معك او الا ما كانتش كتجيك رطبه ولا كانت كتجيك قاصحه ولا مدقسه. هذه من اسهل الطرق اللي ناجحه 100%. كيف ما كتشوفوا راني حضرت واحد بيتزا، يعني ملي كتكون العجينه ناجحه اي حشوه كيمكن لك ديريها، يعني اللعبه كامله راه كاينه في العجين. ملي كتكون ناجحه راه اي حاجه تقدري تعمري بها، كديري لاصوص، كديري الطون، كديري الفرماج، كديري اللي كان ديري غير الخضر، كفته، اللي عندك في الدار كيمكن لك ديريه وكتكون عندك وجده. فتابعي معايا الطريقه. في اناء غادي ندير زلافه ديال الفورس وزلافه ديال الدقيق القمح الكامل اللي غربلته حيت من النخاله ودرتو. ما عندكش ديري الفينو، ديري 2 معالق ديال الزعتر، معلقه كبيره عامره ديال الخميره ديال الخبز، ملعقه صغيره ديال الملح، ونصف كاس من زيت الزيتون، وملعقه كبيره ديال السكر سنيده اللي ما فاتليش في التصوير. كيف ما كتشوفوا نصف كاس. غادي نضيف يعني من بعد راه غادي نزيد زلافه ديال الطحين اولا النص على حسب اللي غادي يجمعني العجين. دابا حاليا غادي ندير زلافه ونص ديال الماء يكون دافي، وغادي نخلط بواحد الطراب هادشي هذا. المهم انا العجينه غادي نديرها في العجانه. ما عندكش العجانه خدمي في اناء، يعني غير بيدك، ما كتحتاجش بزاف ديال الدليك وما كتحتاجش الخدمه بزاف. غادي نخلط المكونات بحال هكذا وغادي نديرها في العجانه. من بعد غادي نزيد ليها واحد نص تقريبا ديال الزلافه. المهم الزلافه حتى الزلافه قل ربع، غير باش يجمع ليا العجينه وما تبقى لياش قاصحه بزاف وما تبقى لياش جاريه بزاف. غير هي خصها تكون مرخوفه، يعني خصها تكون بهذا الشكل هذا، ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، ضروري تكون مرخوفه. راه كل ما كانت مرخوفه كل ما غادي تكون عندك ناجحه. العجانه فيها شويه ديال الصداع لهذا اضطريت نحيد ليها الصوت. المهم كنخلط 8 ديال 2 ديال الدقائق هكذاك باش ينسجموا العناصر مع بعضياتهم. من بعد كنزيد الدقيق الفورس، ما غاديش نزيدها كامله. شوفوا القوام ديال العجين، يعني ما كتكونش جاريه بزاف، هذا ما غاديش يحتاج ليا دقيق بزاف، راه غادي نحتاج تقريبا زلافه قل ربع. المهم كنخليه هنايا الربع ديال، ما كنديرهاش كامله، كنخليها الربع ديال ديال الزلافه. غادي نخليها تعجن 1 دقيقه ولا 2 دقائق دغيا. كما قلت لك ما عندكش العجانه راه غتخدمي بيديك، يعني ما كتحتاجش تدليك بزاف، كتجمعيها واحد شويه بيدك وكتخليها تختمر. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين، يعني ضروري خصها تكون كتلتصق في اليدين، ضروري ومؤكده، لان اللعبه كامله كيف ما قلت لكم راه كاينه في العجين. العجين الا كان عندك قاصح راه ما غتكونش عندك ناجحه، كانت عندك مرخوفه بحال العجينه ديال السفنج، يعني تكون بحال هذا الشكل اللي كيبان لك دابا. المهم غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها تقريبا واحد نص ساعه حتى تضاعف الحجم ديالها، ومن بعد غادي نرجعوا باش نشكلوها. يعني هاد العجينه هذه راه من اسهل ما يكون، اسهل منها ما كاينش، سهله وفي الساعه كتوجد، يعني في دقائق تقدري تنوضي تعجنيها غادي تكون عندك واجده. ها هي من بعد ما خسمرات. غادي نرشوا سطح العمل بالفينو ولا السميد اولا الدقيق القمح الكامل. كيف ما كتشوفوا انا درت الدقيق القمح الكامل باش عجنت، غير هو كنكون مغربلاه ومحيده منه ديك النخاله. كيف ما كتشوفوا ها هي العجينه راه باينه معكم، كتبقى تبومبا كيف كنقولوا. نحاولوا ما نخبوهاش من داك الهواء، غادي نجمعوها غير بحال اللي كنجمعوا الخبزه. المهم بحال اللي كنلويو الخبزه في يدينا بهذه الطريقه هذه، غير نخليو داك الهواء فيها لداخل. صافي نديوها ونجيبوها بحال هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا راها كتلتصق في اليدين، يعني ضروري خصكم تستعنوا بالدقيق اولا بالسميد. من بعد غادي نشكلوها اولا نقطعوها. انا غادي ندير ميني بيتزا وغادي ندير بيتزا كبار. شوفوا الا بان لكم الفقاعات ديالها راهم باينين بزاف، يعني كتكون العجينه ناجحه 100%، وحتى الخدمه بزاف ما كتحتاجهاش. نقطعوا واحد 4 تقريبا ديال الكريات. غادي نقسم العجين على 2، يعني كيف ما قلت لكم غادي ندير ميني بيتزا وغادي ندير بيتزات كبارين بهذا الشكل هذا. غادي نستعن بالدقيق. هاد البيتزا اللي معتمده عندي، شتي البويقات كيف كيبقاو فيها، يعني كتكون الداخل ديالها مهويه بزاف.
غنحاول نديرهم مقادين باش يجيوني بربعه بهم بحال بحال. صافي غادي نخليهم على جنب وغادي ندوز باش ندير ميني بيتزا. غادي نطلق العجين دغيا كيتطلق، يعني كيعطيني الطوع في الخدمه، ما كتعذبنيش. كيف ما قلت لكم راه دغيا كتوجد، ما كتديلكش نهائيا الوقت. حتى الفقاعات كيف كيبقاو فيها، يعني ما كيتحيدوش، حتى ملي كطيب كتجي مفشفشه من الداخل مهويه. صافي غادي نطلقوا العجينه كلها. من بعد غادي ندير القالب. ما عندكش ديري غير زلافه حتى هي راه غادي تقطع لك ميني بيتزا كيف ما بغيتيها، ولا شي غلاقه عندك على حسب الحجم اللي بغيتي. انا عندي هذا الحجم هذا شويه كبير، وكيف ما كتشوفوا راه رققت العجينه ومع ذلك غادي تنفخ. شحال ما رققتيها شحال ما كتنفخ. غادي نستفهم في صفيحه الفرن عفوا. صافي غادي نستفهم كاملين. وللاشاره ضروري الفرن يكون مسخن من قبل على اعلى درجه. الا عندك الفران ديال الغاز غتكوني شاعله نار متوسطه، يعني كيف ما كطيبي الخبز عادي. الا عندك الفران ديال المهم الفرن الكهربائي ديال الضوء غادي ديريه في 250 درجه، يعني كيف ما كطيبي الخبز. ضروري يكون سخون، وتدخليها غير تصهد تخرجيها، يعني ما تخليهاش حتى تيبس، تدخل تصهد وتخرج. ديك الساعه تعمريها بالحشوه اللي بغيتي. غادي المهم تقبتهم واحد شويه باش ندخلهم للفران. كيف ما قلت لكم راه مسخن عندي من قبل، ومن بعد اللي بقى لي حتى هو راه غادي نكملوا بنفس الطريقه. راه دغيا كتطلق وكتعطيني الطوع، ما كتقصحش نهائيا، لان اصلا العجين راه ناجحه من الاول. اعتمدوا هذه الطريقه وجربوها، راه غتبقى معتمده عندكم. راه ما خليت ما جربت الطرق ديال البيتزا الا هاد الطريقه هذه اللي ناجحه 100%. هذه هي الطريقه اصلا، هذه هي الطريقه الاصليه ديال البيتزا. من بعد غادي نجيب دوك البيتزات نطلقهم بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، باش داك الهواء كيمشي للجوانب. بغيتي تستعملي الدلاك راه استعمليه، يعني كيف ما كان الحال راه غتنتفخ معك. شحال ما رققتيها كيف ما قلت لك شحال ما راه غادي تجيك غادي تنتفخ، ما غاديش تبقى، يعني داك الهواء كيكون فيها. انا طلقتها بهذا الشكل هذا، وغادي نديرها في واحد صفيحه ديال الفرن، وغادي نتقبها ضروري بهذه الطريقه. ضروري تقبيها مزيان. ما عندكش هاد اللعيبه هذه باش كتتقب، ديري فورشيط. غادي نكمل كاع العجينه ديال البيتزا اللي عندي، ومن بعد غادي نديها طيب تصهد. كيف ما كنقول لكم ضروري خصها تصهد، حيت هي باقا غادي طيب. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. راه كيبان معكم شحال ما رققتوها، كما قلت لكم شحال ما غتنفخ معكم. راها كتجي هشه بزاف، كتذوب في الفم. اللي ما كيبغيش البيتزا قاصحه، اللي ما كيبغيهاش تجي محجره في الفران، يتبع هاد الطريقه هذه. راها من اسهل الطرق وناجحه 100%، بدون تعقيدات، سهله. يعني الصوره كتوضح كل شيء. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتكونوا تستفدتوا منها ان شاء الله، وجربوها وردوا عليا الخبر. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.